موضوع مهم بأن الصحف هذه أو الصحفيين لم يستفيدوا من درس موضوع مباراة مصر والجزائر والتي أثرت زوبعة في الصحف العربية خصوصا بين مصر والجزائر. بالتأكيد، ويمكن أنا يعني بتفق تماما مع جريدة الأهرام في تناولها للموضوع، لأن بالفعل يمكن كان يجب أن احنا نتعلم من أحداث الماضي. ما حدث في الأيام الأخيرة أعتقد أنه لو زاد عن ذلك ممكن يؤدي بنا إلى أزمة كبيرة وأزمة بين بلدين شقيقين. نتمنى بالفعل من كل وسائل الإعلام سواء المقروءة والمسموعة والمرئية أنها تتعلم من درس الماضي، وأن لا تخرج المباراة عن التحليلات الفنية والأمور الفنية داخل الملعب. أيضا بالنسبة للرسالة طبعا نوجهها لكل وسائل الإعلام، عدم نقل تصريحات غير حقيقية أو غير صحيحة على لسان البعض الآخر، لأن ده طبعا بيثير الفتنة وبيثير الأزمة. نتمنى من الصحفي اللي نقل تصريحات حسام البدري أن يخرج لنا ولو بتسجيل لما قاله حسام البدري عن الحكام وعن رئيس لجنة الحكام التونسي. نعم. نتمنى بالفعل أن يكون صادق مع نفسه أولا، وإذا كان لديه دليل فليقدمه لوسائل الإعلام حتى يكون نوع من الدرس لحسام البدري، أن تكون تصريحاته بالفعل في نطاقها الصحيح. ولكن طبعا أنا شايف أن حسام البدري يمكن من قبل المباراة يمكن كان نوع يعني بيتعامل بهدوء جدا، ويمكن رد على تصريحات نبيل معلول قبل مباراة نصف النهائي لما نعم. أعلن أن هو يتمنى مواجهة الفريق الآخر ويتمنى مواجهة الأهلي باعتباره أنه الأسهل. يمكن كان حسام البدري منطقي جدا في تصريحاته وكان عقلاني جدا في تصريحاته، وبالتالي يمكن أنا يعني متفق أن بالفعل البدري لا يمكن أن يكون مثل التصريحات الأخيرة. نعم. إذا